كهربا هيدفع الغرامة، كهربا لا مش هيدفع الغرامة. موضوع أخذ حيز كبير جدا في الإعلام الرياضي في الفترة الأخيرة. مشكلة كهربا مع نادي الزمالك وحكم محكمة طبعا الفيفا لنادي الزمالك بغرامة 2 مليون دولار والفوائد. محمود كهربا كان موقوف لمدة 6 شهور، نهايتهم يوم 11/1 اللي جاي. مع نهاية 11/1 كان المفروض ان محمود كهربا هيرجع يلعب مرة تانية وهيرجع للنادي الاهلي، مفيش اي مشكلة. لكن جواب ظهر من اتحاد الكرة المصري بيقول ان هو جاي من الفيفا وبيخص كهربا بقصة الايقاف، وان كهربا هيمتد ايقافه لفترات اخرى بعد يوم 11/1 اللي جاي. تفسير محامي كهربا وتفسير بعض الاراء والخبراء في القوانين بقى واللوائح اللي بتخص الفيفا ان لا، كهربا عادي هيرجع يمارس النشاط الرياضي عادي، مفيش اي مشكله في النادي الاهلي، ومن حقه ان هو يكون متواجد في الملاعب، والفيفا مش هتقدر توقع عليه عقوبات تانية الا بعد 3 فترات انتقالات. عدت الفترة اللي فاتت اللي هي بتاعت شهر 8 و9، تبقى طبعا فترة الانتقالات الشتوية والانتقالات الصيفية للمرحلة اللي جاية. طبعا اعلام نادي الزمالك واعلام كتير جدا بيتكلم لا، ده ان كهربا خلاص اتوقف، وصور للجمهور العام ان محمود كهربا خلاص يا هيدفع الغرامة يا هيفضل موقوف عن اللعب. ناس كتير جدا من اللي فاهمة لوائح الفيفا بيتكلموا في ان لا، الخطاب ده مش معناه كده، ده محمود كهربا قدامه 3 فترات قيد وبعد كده يرجع يتم ايقافه مرة تانية عن طريق ان نادي الزمالك يعمل تظلم ويرجع يتم ايقافه مرة تانية. معنى كده ان محمود كهربا هيشارك مع النادي الاهلي بعد يوم 11/1 اللي جاي. يعني كده ان كهربا هيكون موجود في كأس العالم للأندية وفي كل مباريات الدوري العام ودوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي. لكن كهربا هيدفع الغرامه في الوقت اللي جاي؟ ما اعتقدش ان المبلغ كبير جدا على كهربا. النادي اللي هو البرتغالي اعتقد ان هو يعني افلس، وبكده كهربا هتكون عليه الغرامه كلها مطالب ان هو يدفعها عشان يرجع. لكن حته ال3 فترات انتقالات دي هتخدم كهربا الفتره اللي جايه، على الاقل ان هو يقدر يلعب في النادي الاهلي لحد نهايه موسم 2023 مع انتهاء الانتقالات الصيفية لموسم 23. هيبدأ نادي الزمالك بقى في ان هو يبدأ يعمل اجراءاته مرة تانية عشان يرجع يوقف محمود كهربا. ولكن هنشوف بقى الفترة اللي جاية الدنيا هتمشي ازاي. نتمنى طبعا لكهربا التوفيق في الفترة القادمة مع النادي الأهلي. ده كان موضوع الحلقة. نتمنى في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تدخل عندي على القناة تعمل اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.